في سابقة سياسية، استقبل الملك محمد السادس اليوم الأربعاء بأبيجان رئيس جمهورية أنغولا على هامش مشاركتهما في أشغال القمة الخامسة للاتحاد الإفريقي الاتحاد الأوروبي. وتعتبر أنغولا ضمن مربع البلدان الداعمة لجبهة البوليزاريو بإفريقيا إلى جانب الجزائر جنوب إفريقيا وزيمبابوي. واستطاع الملك بدبلوماسيته ضم كل من نيجيريا، إثيوبيا، رواندا، زامبيا، وهي التي كانت إلى عهد قريب من أبرز الداعمين للانفصال بالمملكة. حضر هذا الاستقبال عن الجانب المغربي مستشار الملك فؤاد عالي الهمة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، وعن الجانب الأنغولي وزير الشؤون الخارجية مانويل أوغوستو، والوزير مدير ديوان الرئيس الأنغولي كوستا.